تيست الصوتيين شفتونا دابا على وقت الصوتيين. نبدا الميكرو هذا جبت نقشوا الجمهور. تيست. السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نكمل لكم السلسله تاع الشرح الفيما اللي هي السرعه الهوائيه القصوى. المهم غادي نعاود نشرح لكم ثاني بعض النقاط ان شاء الله الرحمن الرحيم باش تفهموا هاد الفيما هادي تفهموها مزيان. السؤال الاول هو ما هو الهدف من قياس السرعه الهوائيه القصوى اللي هي الفيما؟ شنو هو الهدف اللي كنت هضرت اللي كنت شرحت لكم اللي هو شنو هو الهدف من اننا خصنا نعبروا هاد السرعه هادي؟ شنو هو الهدف هو باش نستافدوا من البرنامج اللي تيعطينا اللي تيعطينا المدرب. البرنامج اللي تيعطينا المدرب مثلا تيعطيك واحد البرنامج، هو صراحه المدرب هو اللي تيشرح هذا الشيء. المدرب فاش يعطيك مثلا واحد الحصه تيقول لك هو خص يكون تيعرف هو الحصه، خص هو يكون تيعرف الفيما ديالك ضروري. حيت ملي كتعطاك الحصه، ملي كتعطاك مثلا واحد الفوتين تيقول لك بشحال بغيتي تمشي، واش غادي تمشي ب 50% ولا 60% ولا 70% ولا 80% ولا 90% ولا 100؟ هاد 100% هي الفيما ديالك. المهم ما عليناش، قلنا الهدف وهاد الفيما ديالك ملي كتعبرها ديما كتشوف 100% ديالك شحال، واش 17 واش 18 واش 19 واش 20، فهمتي؟ ومن خلال هاد الفيما ديالك انت تلقاها ما بين مثلا 17. حنا هادو هي امثله، حنا عطيناكم هنايا مثال، حيت هادي كتختلف مني انا وانتم، يعني كل واحد والسرعه القصوى الهوائيه ديالو، وهي راه غير تقريبيه. هادشي راه تقريبي، وهي راه هي باش تعرفوا راه كتبدل، يعني كتغير. كنقول لكم زعما كتغير يعني، وهي خصها تغير. الا ما تغيرتش يعني انت راه ما كتستافدش من التدريب، يعني ديك الامبريمي اللي تدير راه غير تترون. هادشي اللي كاين. المهم قلنا الهدف من قياس الفيما هو الاستفاده من البرنامج ديال التدريب. هذيك الامبريمي اللي تندير انا خصني نستافد. علاش كنقيس هادي؟ غير باش نستافد ونكون في صحه مزيان، ونحسن في التوقيت ديالي في السباق، ونكون ناشط وبخير وعلى خير. لان الجرة كنهضر مع الناس ديال الهواد، الجرة الا ما كنتيش كتريني بالعقل بالعلم، لان الجرة راه ماتيماتيك، راه حساب، راه كتجري واحد المسافه اللي معبوره. والتوقيت يعني انت ملي كتكون عارف الفيما ديالك وكتريني بها بالنسب المئويه اللي شرحت لكم، مثلا الفيما ديالك 17 عندك فوتين 50% 60% 60% راه شرحتها، راه باينه، يعني بلا ما نعاود نشرحها. راه الفيديو اللي فايت شرحت فيه كلشي. هذا الشيء هذا هو اللي تيخليك تستافد. هاد النسب المئويه ديال الفيما ديالك، تريني في الفوتين، كيفاش تمشي مثلا، كيفاش تمشي في الفوتين السورتي ديال نهار الحد، يعني هذاك الشيء شنو هو الهدف منه؟ هو باش تستافد. والجرا راه الا ما كنتش كتريني بالعقل كما تنقولوا بالدارجه كيطلع لك الدم. يعني راه حصه وحده الا ما ترينيتيش بالعقل يطلع لك الدم، يعني ملي تتعيا تطيح لك المورا ما باقيش كتحمل الجرا. هو الجرا راه العقل، يعني ملي تتريني انت بالعلم ومع الناس اللي تبارك الله اللي فاهمه وعندها تجربه، يعني ماشي كنجيو كنتريني مع اي واحد ولا تنتصنت لاي واحد، خصني نكون تنتصنت الناس اللي عندهم الخبره ولاد الميدان والعلم لا ضروري في هذه الرياضه. كما قلت لكم راه كلشي بالحساب، كلشي معبور، المسافه والدقات القلب اللي شرحت لكم. دقات القلب حتى هما راه كاين كرونو ديال الصمته ما قلتهاش لكم في ذاك الفيديو. كاينه الصمته كتعبر دقات القلب، داكشي تيكون مضبوط. تشوف في الكرونو ديال دقات القلب ديالك ملي تكمل الحصه مثلا، واحد الحصه اللي فور اللي كدير انت، واحد الحصه فوتين فور مثلا ديال نهار الحد، كتحس براسك كتعبر كتشوف. وراه وريتكم كيفاش تعبروا دقات القلب، وريتها لكم هذاك الفيديو.
يعني كتشوف هذاك الرقم مثلا واحد 190 مثلا دقه اللي هي هذا هو الجهد ديال دقات القلب اللي كنت شرحت لكم. الا لقيتي مثلا اكثر منها يعني راه خصك تعاود الحصه الاخرى ثاني خصك تعبر تشوف. من بعد من الاحسن تمشي دير التخطيط ديال القلب. الا كانت اكثر من ديك النسبه اللي لقيت انا، اعتبر به مثلا 190 اللي كتلقيت في الفيديو اللي فيه. الفيما هي هذه راني عاود شرحتها لكم، راه هي كتختلف من شخص الى اخر وفيها نسب مئويه. الفوتينغ كنمشي ب 50-60%، وكل حاجه كنمشيو فيها بالنسب المئويه. والبرنامج قلت لكم المدربات تيكون عارف الفيما ديالك، ما تعتبر الحصه تيقول لك ها باش تمشي واش 50% ولا 60% ولا 70%. وشوف انت شنو هو لوبجيكتيف ديالك، واش الماراثون ولا السومي ماراثون ولا 10 كيلومتر. كل مسافه وكيفاش، وهاد المسافات بثلاثه راه مختلفين في السرعه. الماراثون ماشي هو نفس الماراثون، ماشي هو 10 كيلومتر. هادشي اللي كاين. تيبان لي شرحت لكم كلشي. غنجاوب على واحد السؤال، ديال PPS. هادي بريباراسيون فيزيك سبيسيفيك. هاد PPS داخله في البروغرام، عندها حصه ديالها هي كدار. هي كتسمى هاد PPS. هاد الحركات كنديروهم كنسخنوا بهم الميسكل، وفي نفس الوقت راه كيحميونا من الاصابه. وكنديروهم هاد PPS راه كنديروها قبل ملي تكون عندنا مثلا شي حصه فيها مثلا لي فاركليب اولا فيها السيريات، راه كتعاوننا بزاف، كتحمينا من سميتو، كتحمينا من الاصابه. وكي قلت لكم راه كاينه الحصه ديالها حتى هي داخله في البروغرام PPS اللي هي بريباراسيون فيزيك سبيسيفيك. راه كاينه في الفيديو اللي فات انا شرحتها وصورتها لكم، وريتكم الحركات كيفاش ديروا ليها. هي راه حركات باش الناس يفهموا مزيان. هي راه تنحاول نبسط، حيت كاين الناس اللي ما فاهمينش هذا تيشوفوا هذا كيتخلعوا. راه هي بريباراسيون فيزيك سبيسيفيك. هادشي اللي كاين. هادي داخله في البروغرام كي قلت لكم. وكاين الحصه ديالها تتسمى انديكاتيف، لي زانديكاتيف. هادو تتسموا لي زانديكاتيف. هادشي اللي كاين. PPS كاينه PP جي بريباراسيون فيزيك جينيرال. هادي داخله في البريباراسيون اللي كنديرو في الصيف، لا شارج ميسكولار. هادو كتدار في لا بريباراسيون بزاف في الصيف، تيكون فيها الدروج، يكون فيها. المهم هادي حتى هي داخله في البروغرام، باش انا غير باش تفهموها شويه وصافي. ما كاع اي حاجه عندها بلاصتها، واي حاجه كيفاش كتدخل. هادشي اللي كاين في هذا الفيديو. المهم اليوم راه عطيتكم فكره عامه كما كتشوفوا. هذه فكره عامه على الفيما، دقات القلب، البروغرام كيفاش تخدم. الفيما راه كتغير 6 شهور مثلا. خصك تعاود دير التيست ديال الفيما. الا كان عندك 17 خصك تلقى 18 او 19. الا ما لقيتيهاش دونك راه عندك مشكل في البروغرام، ما كتستافدش. اشنو هو علاش حنا كنترينيو؟ دابا هذا السؤال اللي كنطرح انا ديما على راسي، غير بيني وبين راسي كنقول انا علاش كنتريني مثلا. كنتريني باش نستافد، كنتريني باش نجري مزيان. ماشي كنتريني باش نعيا ونولي مهلوك وما نقدرش نجرب. تنتريني اليوم باش غدا ان شاء الله نعاود نتريني، وكنتريني ثاني غدا باش السيمانه الجايه نكون ثاني تنتريني احسن من هذيك السيمانه اللي فاتت. يعني غدا خصو يكون احسن من اليوم، غادي تنتحسن في المستوى تاعي، ماشي كنتريني وتنتهلك. يعني هذا هو المشكل اللي تيوقع بزاف ديال الناس، انهم كي قلت لكم في الاول تيعطفوا الجرة، شي حاجه سميتها الجرة تيعطفوها. هو انه كيتريني اكثر من الفينيما ديالو، تيجري النهار الاول اكثر من الجهد ديالو، النهار الثاني اكثر من الجهد. وهذا الشيء الا كان صبار،
الا كان فيه الصبر راه تيصبر، ولكن راه الله يحفظ السلامه راه يقدر يتعرض للبليسير والارهاق صافي، غتخرج فيه شي حاجه اللي المهم غيتعرض للارهاق. هذا الفيديو المهم اللي قلت لكم راه شرحت لكم اختصرت لكم هذا الشيء هذا، المهم عطيتكم واحد الفكره. اللي ما فهم شي حاجه لي كومونتير، رجعوا للفيديوهات اللي طرحت، الفيديوهات اللي قبل من هذا راه فيهم كلشي شرحت كلشي مزيان. هذا غنحاول نعاود نذكركم وبغيتكم باش تفهموا هادشي اللي كاين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.